اي حد بيعمل مراجعه لاي ايفون او ايباد بيبقى مركز على نقطه واحده رئيسيه، وهي تناغم السوفت وير مع الهاردوير. وده لان شركه ابل هي اللي بتصنع الهاردوير سواء كان الايفون او الايباد، وهي اللي بتعمل البروسيسور، وهي اللي عامله السوفت وير اللي متفصل على الهاردوير ده. وده اللي بيخلي اجهزه ابل كلها تبقى شغاله بمنتهى السلاسه وميبقاش فيها اي مشكله خالص. ويمكن دي كانت اكبر مشكله في سوق الاندرويد، وهو ان شركات مثلا زي سامسونج او شاومي او اوبو او كل الشركات دي بتبقى تليفوناتها نقدر نقول عليها متجمعه. يعني الشركات دي هي اللي بتصنع الهاردوير، وبعد كده بتروح تجيب البروسيسور من شركه تانية زي كوالكوم مثلا، وبعد كده تروح تجيب السوفت وير من شركه ثالثه زي جوجل. فعشان تخلي الثلاث حاجات دول كلهم يشتغلوا مع بعض، الموضوع كان بيبقى محتاج مجهود كبير قوي من الشركات ديت. وده اللي خلى تبدا تظهر الباجز ويبقى التليفون بيبطأ وكل المشاكل اللي احنا عارفينها في سوق الاندرويد. لكن النهارده انا هتكلم معاك عن تليفون تقريبا حل المشكله دي في سوق الاندرويد، وهو الجوجل بيكسل 7 برو. لان التليفون ده متصنع من شركه جوجل اللي عامله السوفت وير ومصنعه الهاردوير، وهي اللي مصنعه البروسيسور. فمفروض التليفون ده بقى دلوقتي ملوش اي حجه، وخصوصا ان فيه كل المميزات اللي تخليك تقول على التليفون ده ان هو فلاج شيب. فالتليفون ده فيه شاشه كبيره بدقه الوان رائعه جدا، وبطاريه بتقعد معاك اليوم كله ويمكن اكتر كمان، وسوفت وير سلس جدا ومفيهوش اي مشاكل خالص غير حاجات بسيطه قوي، وطقم كاميرات من احلى الكاميرات اللي ممكن تلاقيها النهارده في تليفون. وكل ده وارخص بحوالي 200 او 300 دولار من اي فلاج شيب النهارده موجود في السوق. فهل التليفون ده فعلا يستحق انك تشتريه، ولا كل الامكانيات اللي هنتكلم عليها في الفيديو دي حاجات على الورق بس وخلاص ومش هتستفيد بيها قوي؟ انا في الفيديو ده هبهرك الاول بشويه امكانيات رائعه موجوده في التليفون ده، وبعد كده هنقعد بالراحه كده ونفكر ونشوف هل التليفون ده فعلا يستحق انك تدفع فيه فلوس ولا لا. لان فعلا التليفون ده اذكى تليفون انا مسكته في ايدي لغايه دلوقتي. فيلا بينا، خلينا نتكلم بسرعه عن الشكل الخارجي. فبصراحه التصميم بتاع التليفون ده من ورا عاجبني جدا. فالمنطقه بتاعت الكاميرات دي مميزه قوي، واول ما شفتها افتكرت الكرتون بتاع سلاحف النينجا بتاع زمان، والعصابه اللي كانوا بيربطوها حوالين عينيهم. والمميز فيها ان هي واخده التليفون من اوله لاخره، فتقدر تحط التليفون على الترابيزه من غير ما يكون بيتهز زي بقيه التليفونات اللي موجوده دلوقتي في السوق. وكمان الشريطه دي واخده حته واحده مع الاطار الخارجي بتاع التليفون. فالتصميم ده جميل بصراحه. لكن اختيار الخامات اسوأ حاجه. فالجهاز عليه طبقه من الازاز من قدام ومن ورا من نوع جوريلا جلاس فيكتوس، ويمكن دي مش احسن حاجه دلوقتي. بالاضافه ان الخامه دي بتلم بصمات جدا. وكمان الشريطه بتاعه الكاميرات معموله من الالومنيوم البولشد اللي واخد نقشه، فدي سهل جدا انها تتخربش. فخلي بالك عليه قوي لان ناس كتيره قالت ان هو فعلا اتخربش منها في اول اسبوعين ثلاثه. والشاشه واخده دوران من الجوانب، وهتلاحظ ان هم عاكسين زرار الباور مع الفوليوم، حاطين الباور فوق والفوليوم تحت، اللي هو عكس كل الشركات. يعني اللي هو احنا جوجل احنا مختلفين. بس الحلو انه وزنه 212 جرام بس، فهو اخف من الاس 23 الترا والايفون 14 برو ماكس، مع ان التليفون مش صغير. فمقاس الشاشه 6.7 من 10 بوصه زي بتاعه الايفون، ومن نوع ال تي بي او اموليد سكرين، وبمقاس 1440 في 3120، وبكثافه 512 بكسل بير انش. فدي بالارقام اعلى من شاشه الايفون 14 برو ماكس والاس 23 الترا. وكتجربة استخدام فعلا دقة الألوان هنا رائعة جدا، والشاشة دي بتدعم HDR10 بلس، فهتاخد تدرج ألوان واقعي جدا. وكمان بدرجة سطوع بتوصل لغاية 1500 نتس. هي يمكن تكون دي مش أعلى حاجة في التليفونات الفلاج شيبس، لكن الإضاءة بتاعتها هتبقى كويسة معاك في الأماكن الخارجية. والحلو كمان فيها إنها بتشتغل بتردد 120 هرتز، فهتاخد تجربة سلسة جدا في البراوزنج وفي السكرولينج. لكن مشكلتها الوحيدة انها بتنزل لغاية 60 هرتز بس لو مفيش حاجة شغال عليها، مش 1 هرتز مثلا زي الاس 23 الترا. فدي كتوفير للبطارية مش هتبقى احسن حاجة. والتقفيل بتاع الجهاز جميل جدا، فهو واخد تقييم اي بي 68 في مقاومة المية والاتربة. وكمان هنا عندك بصمة وش وبصمة صباع. خلينا نبدأ ببصمة الصباع لأن هي هنا اوبتيكال مش التراسونيك زي سلسلة الاس 23. ولو بتستخدمها بالليل خلي بالك لأنها بتنور جامد في وشك، فممكن توجع لك عينيك لو الدنيا ضلمة خالص. وهي كسرعة استجابة هي سريعة جدا، طبعا مش بنفس سرعة الالتراسونيك، لكن الجزء من الثانية ده ما فرقش معايا خالص. وفيها كمان بصمة وش هي استجابتها سريعة وحلوة جدا. والجميل ان هو مش بيضحك عليها بصورة زي ما كنا شفنا في تابلت نوكيا في الفيديو اللي فات. لكن طبعا مش بنفس درجة الامان بتاعت الفيس اي دي اللي موجودة في الايفون. والبين كود بعد ما بتكتبه لازم تدوس على انتر عشان يخش على التليفون، فانت عندك خطوة زيادة.
بس دي يعني مش مشكله قوي، اعتبر البين كود بتاعك فيه رقم زياده يعني. بس انا حبيت اعرفك كل حاجه موجوده في التليفون هنا. حاجه بقى من الحاجات اللي ما كنتش بتكلم عليها في اي موبايل قبل كده، لانها مفترض انها حلوه في كل الموبايلات، وخصوصا لو كان تليفون فلاج شيب، وهي الصوت. فالتليفون ده تجربه الصوت فيه مش احسن حاجه. هو مبدئيا فيه سماعتين زي كل الفلاج شيبس، سماعه موجوده من تحت كبيره، وهنا دي فتحه المايك نفس شكل السماعه. وبعد كده عندك سماعه تانية من فوق جنب سماعه الودن زي كل التليفونات الفلاج شيب. لكن النقطة الوحشة اللي كانت موجودة في التليفون ده، وهي نقطة غريبة بصراحة، يعني أنا أول مرة آخد بالي منها في تليفون، وهي إني لو بتفرج مثلا على فيلم أو حاجة على اللاندسكيب مود، الصوت مش طالع بنفس التساوي ما بين السماعتين، مفيش بالانس. وحاسس إن الصوت اللي طالع من السماعة اللي تحت الرئيسية أعلى من السماعة التانية اللي فوق. فدي كانت نقطة غريبة قوي، وانت لو ركزت قوي ممكن تجيب البوينت ديت. تاني مشكلة كانت في التليفون ده، بس اتحلت بسوفت وير ابديت، هي ان الفوليوم ما كانش شغال. يعني وانا بعمل مكالمات سواء بالسماعة الرئيسية او حتى بالسبيكر، مهما تدوس فوليوم اب او فوليوم داون، الليفل بتاع الصوت ثابت مش بيتحرك. لكن مع اخر سوفت وير ابديت هم حسنوا الموضوع ده. وفي مشكلة لسه ما اتصلحتش، وهي الصوت بتاع المايك. انا اكتر من حد بقى بتكلم معاه في التليفون يقول لي انا مش سامع، علي صوتك. فيا ريت لو حد معاه تليفون بيكسل برضو يقول لي هو عنده نفس المشكلتين بتوع توازن الصوت والليفل بتاع المايك ولا لا، عشان بقيه الناس تستفاد. سيبك بقى من الشكل الخارجي ومن السماعات ومن كل الكلام ده، وتعالى ندخل في متعة استخدام البيكسل، وهو السوفت وير. فالتليفون ده هو التليفون الوحيد المنافس لايفون في حتة ان الشركة اللي بتصنع الهاردوير او اللي بتعمل التليفون هي اللي عاملة البروسيسور وهي اللي عاملة السوفت وير. فمفترض ان السوفت وير اللي موجود هنا ده ما يكونش فيه اي مشاكل خالص، ويكون سلس ومرن جدا. فالسوفت وير اللي هنا هو اندرويد 13 احدث نسخه. وميزه التليفونات البيكسل عامه ان دي اول تليفونات اندرويد بتنزل عليها التحديثات الجديده بتاعه الاندرويد. فمثلا التليفون ده او كل سلسله البيكسل يعني الجديده هتبقى اول تليفونات هينزل عليها مثلا اندرويد 14 وبعد كده اندرويد 15 قبل كل الشركات المنافسه. لان النسخه بتاعت الاندرويد اللي هنا بيسموها رو فيرجن او نسخه رئيسيه بدون اي تعديلات خالص. والتليفون ده بيجي بثلاث سنين سوفت وير ابديت وخمس سنين سكيورتي ابديت. يمكن الثلاث سنين دي مش احسن حاجه، بس الفيتشرز اللي موجوده والامكانيات اللي موجوده هي فعلا احسن حاجه. فانت بتتعامل مع ذكاء اصطناعي بمعنى الكلمه، بدءا من التطبيقات البسيطه خالص زي تطبيق الريكوردر او تسجيل الاصوات. وغريبه يعني اني اتكلم على تطبيق تسجيل صوت في تليفون النهارده واحنا في 2023، ده تطبيقات تسجيل الصوت دي موجوده من ايام النوكيا. لكن المختلف في التطبيق ده هو انه يقدر يحول التسجيل الصوتي لنص مكتوب اثناء التسجيل، بالاضافه ان هو بيقدر يميز الاصوات المختلفه اللي بيسمعها. فلو انت مثلا بتسجل ميتنج او حاجه، هو يقدر يتعرف على الشخص الاولاني والشخص التاني والشخص التالت، ويفصل الاصوات والنصوص بتاعتهم عن بعض. وكمان تقدر تعدل وتقص الحته اللي انت عايزها من التسجيل عن طريق اختيار تكست معين. فالنقطه دي ذكيه جدا. وبعد كده تقدر تحول كل النص بتاع التسجيل ده لجوجل دوك بمنتهى السهوله. لكن للاسف انت مش هتقدر تستفيد من النقطة دي خالص في يومك، لان التسجيل ده بيدعم فقط اللغة الانجليزية وشوية لغات تانية مش من ضمنها العربي. فلو انت في ميتنج او بتتكلم بالعربي للاسف مش هتقدر تستفيد بالخدمة دي خالص، وهتتعامل معاه كأنه تطبيق تسجيل صوت عادي. يمكن بس النقطة الوحيدة الإضافية إن أنت تقدر تأبلود كل التسجيلات بتاعتك أوتوماتيك على الجوجل أكاونت بتاعك، وتقدر تفتحها عن طريق الموقع ده. وبص انا عايز اتفق معاك على حاجه قبل ما نخش في التفاصيل بتاعت السوفت وير اكتر من كده. للاسف في اوبشنز كتيره من الحاجات اللي انا هتكلم عليها يا اما مش بتشتغل في الوطن العربي يا اما مش بتشتغل باللغه العربيه اصلا. بس انا ليه هتكلم عن الحاجات دي في الفيديو؟ لسببين. السبب الاولاني علشان في ناس بتتفرج من اماكن تانية حوالين العالم، فانا عايزك مثلا لو عايش في بلد بره بتشتغل فيها الاوبشنز دي تكون عارف ايه الامكانيات اللي موجوده في التليفون. تاني سبب وده الاهم بصراحه، ان انا عايزك انت شخصيا في اي مكان في العالم تعرف التكنولوجيا وصلت لفين عشان تطور من نفسك. وبصراحة ده الهدف الرئيسي اصلا من القناة هنا. خليني في الاول ادخل معاك في المميزات اللي للاسف مش بتشتغل في الوطن العربي، وده لانها فعلا رائعة جدا وبتحقق كلمة البيرسونال اسيستنت او المساعد الشخصي. وبعد كده هنروح لبقية الامكانيات والمميزات اللي في السوفت وير اللي بتشتغل في اي مكان. اول حاجة هي الكول سكريننج، واللي فيها جوجل اسيستنت بيشتغل كانه انسر ماشين. هو اللي بيرد على المكالمات وبيسأل اللي بيتصل اسمك ايه وايه الهدف من المكالمة، وبياخد منك كل البيانات ديت. وتقدر ترد عن طريق تكست، وجوجل هو اللي ينطق التكست ده للطرف التاني
بدون خالص ما تفتح المكالمة اصلا. ودي ميزة مفيدة للناس اللي بتجيلها مكالمات دعاية كتيرة وعايزة تخلص من الصداع ده، او مثلا لو حد بيجيله مكالمة وهو في مكان دوشة او مش عارف يرد او حاجة، فيقدر يعرف مين اللي بيتصل عن طريق التكست اللي هيتكتب على الشاشة، ويرد هو كمان عن طريق تكست يوصل يعني للشخص التاني كصوت يسمعه. فدي ميزة مجنونة جدا. والكلام ده ممكن تعمله في اي مكالمة عادية، لو دوست على الفوليوم بعد كده دوست على الايقونة ديت، فتقدر تحول كل الكلام اللي بيتقال لصورة تكست. تاني اضافة خاصة بالمكالمات اسمها دايركت ماي كول، وهي انك مثلا لو بتتصل ببنك او بخدمة العملاء او حاجة زي كده، فهيطلع لك مدة الانتظار قبل اصلا ما تتصل. ولو عندهم نظام الرد الآلي بتاع مش عارف لإيه اضغط واحد ولإيه اضغط اتنين ولإيه اضغط تلاتة، فالتليفون هيكتب لك على الشاشة كل الاوبشنز دي، وتقدر تختار من على الشاشة الاوبشن اللي انت عايزه، بدل ما تقعد تسمع المكالمة كلها وبعد كده تختار الرقم. ودي بصراحة ميزة فظيعة جدا. حاجة كمان هي خاصية هولد فور مي. فانت لو بتتصل بحد وعنده مثلا الخاصية بتاعت الهولد، اللي هو يفضل مشغل لك موسيقى مملة ملهاش اي لازمة او شوية اعلانات، فبدل ما تفضل حاطط التليفون على ودنك مستني لغايه ما حد من الطرف التاني يرد عليك، انت ممكن تشغل هولد فور مي، والتليفون هيقفل الصوت خالص، وهيتفتح الصوت بس لما الطرف التاني يرد. انبهرت مش كده؟ فعلا الاوبشنز اللي موجوده هنا في موضوع المكالمات ده رهيبه جدا، بس للاسف مش بتشتغل في الوطن العربي لغايه دلوقتي لسه. خلينا بقى دلوقتي نروح لبقيه الاوبشنز اللي هتبقى موجوده في اي مكان، واللي برضو مش قليله، اوبشنز رائعه جدا، فخليك معايا. واول حاجه هي الكلير كولينج، ودي عن طريق ان الذكاء الاصطناعي بيتعرف على البيئة المحيطة بيك، وبيقدر يفصل الصوت بتاعك عن صوت الدوشة اللي موجودة حواليك، فيبقى الطرف التاني بيسمعك بصوت اوضح جدا. ولما نروح للجزء بتاع الكاميرا وبالذات في تصوير الفيديو، هوريك تجربة عملية للحتة بتاعت الكلير كولينج وفصل الصوت عن الدوشة. خاصية كمان بتحسن من جودة الصوت اللي طالع من التليفون، هي الادابتيف ساوند، وده عن طريق ان التليفون باستخدام المايك بيتعرف برضو على البيئة المحيطة بيك، ويظبط الايكولايزر بتاع الصوت عشان يبقى احسن حاجة ملائمة للبيئة بتاعتك. بس بصراحة ده اوبشن موجود على الورق بس، لان انا اصلا تجربة الصوت عندي في التليفون ده مش احسن حاجة، فحتى الادابتيف ساوند ما حسيتش قوي بفرق كبير يعني. لكن الخاصية بقى اللي عجبتني جدا هي الاوتو روتيت. وقبل ما تتسرع وتقول لي ما كل التليفونات فيها اوتو روتيت، خليني اقول لك الحاجة الزيادة هنا، وهي ان الطبيعي في الاوتو روتيت ان انت لو ماسك التليفون كده وميلت شويه فالتليفون هيلف الشاشه. لكن الاوتو روتيت هنا بيتعرف على وشك وبيحرك الشاشه بناء على اتجاه وشك. فمثلا لو انا ماسك التليفون كده الشاشه هتبقى معدوله عادي، لو لفتها هتتلف. لكن لو انا ماسك الشاشه وميلت شويه او نمت او حاجه، فالشاشه مش هتتلف لان هي هتفضل محتفظه بالاتجاه بتاع وشي. فدي يعني حاجة خفيفة كده خالص بس ممتعة جدا في الاستخدام. والتليفون ده مش بس بيتابع وشك، لكن كمان يهمه صحتك. فلو انت نايم التليفون بيقدر يتعرف لو انت كحيت وانت نايم او حاجة، او لو الناس اللي بتطلع مزيكا وهي نايمة، فالتليفون ده بيسجل كل الحاجات ديت. وانا عارف ان في ناس ممكن تتصدم لما تبدأ تجرب التليفون ده، هتكتشف حاجات عن نفسها ما كانتش تعرفها. وفي خاصية مخفية انك مثلا لو فاتح فيسبوك او يوتيوب ودوست على ريسنت اب، فبيطلع لك ايكون ممكن منها تاخد كوبي لليو ار ال بتاع الفيديو ده او بتاع البوست بمنتهى السهولة، وبعد كده تعمل له شير في اي حتة انت عايزها. او ممكن كمان تدوس على الايكون التانية دي فتاخد سكرين شوت للحتة اللي ظاهرة بس في الشاشة، بدل ما تاخد سكرين شوت كاملة للشاشة كلها بعد كده تعمل كروب. لكن طبعا لو عايز تاخد سكرين شوت عاديه للشاشه كلها، ففي زرار سكرين شوت تحت تدوس عليه يدي لك سكرين شوت كامله. وتقدر تدوس على زرار سيلكت عشان تختار اي تكست موجود جوه الابلكيشن اللي انت فاتحه. ده غير ان انت لو طولت في الدوسه بتاعتك شويه على اي تكست جوه الريسنت اب ديت، هتقدر انك تسلكت التكست ده وبعد كده تاخده كوبي او شير. وكمان في شويه حاجات مفيده باستخدام الجيستشرز، فانت لو خبطت على التليفون من ورا مثلا مرتين، تقدر تخليه يعمل فانكشن معينه زي ان هو ياخد سكرين شوت او ان هو يفتح الكاميرا مثلا. والاوبشن ده مش موجود هنا بس، ده كان موجود كمان في الايفون، وبصراحه بيشتغل في الايفون سلس جدا وباستجابه عاليه قوي. وسامسونج حاولت ان هي تطبق الفكره دي عن طريق التطبيق بتاع جود لوك، لكن لسه الموضوع عندها مش احسن حاجه، ومره يشتغل وعشرة لا. وفي كمان خاصيه الوان هاندد مود اللي بتصغر لك الشاشه للنص عشان تقدر تستخدمها بايد واحده، ودي بالظبط اللي موجوده في الايفون. بس بصراحه انا حبيت الوان هاندد مود اللي موجود في السامسونج اكتر، لانه مش بيفصل الشاشه بالنص لكن بيصغر لك كل الشاشه كامله عندك
تقدر تروح في اي حته في الشاشه انت عايزها. وكمان انت في البيكسل هنا تقدر تحط اكتر من مستخدم للتليفون. انا عارف ان دي مش حاجه حصري في البيكسل وموجوده في تليفونات اندرويد تانية، وكمان كانت موجوده بالمناسبه في سامسونج في الوان يو اي 5 في البيتا فيرجن، لكن اتشالت من النسخه الستيبل مش عارف ليه. وتطبيق الصور الافتراضي في الجهاز ده هو جوجل فوتوز. واي نعم انت تقدر تنزل اي ابلكيشن تاني بتاع صور، وكمان جوجل فوتوز موجود على اي تليفون تاني تقدر تنزله، لكن هنا في ميزه مش موجوده غير في تليفونات البيكسل، او لو انت مستخدم او مشترك في الخدمه بتاعت جوجل وان بتاعت جوجل، وهي خدمه الماجيك اريزر. انك تقدر تمسح اي اوبجكت انت عايزه بمنتهى الذكاء ومنتهى الدقه. وفي حاجه مشابهه للخدمه دي في التليفونات بتاعت الايفون او في السامسونج، لكن النقطه اللي بينفرد بيها التليفون ده هي خدمه الامبلور، واللي تقدر بيها تشيل النغمشه اللي موجوده في اي صوره، حتى لو الصوره دي مش متصوره اصلا بتليفون بيكسل. وتقدر كمان تغير الدبس بتاع الصوره بعد ما تصور، وتحدد ايه اللي انت عايزه يبقى ان فوكس وايه الاوت اوف فوكس، وتقدر تغير مصدر الاضاءه اللي موجود في الصوره، وتقدر تعمل تعديلات رائعه جدا من خلال جوجل فوتوز اللي موجود على البيكسل. وكمان اثناء التطبيق بتاع الكاميرا، لو طولت شويه على الصوره بتاعت الثامبنيل ديت او الصور اللي اتصورت، هيطلع لك الاوبشن بتاع سكيور فولدر، وده انت تقدر تحط الصور دي جوه فولدر امن جوه جوجل فوتوز، وتقدر توصل له عن طريق البين كود بتاعك بس، عشان لو عايز تحط الصور مش عايز حد يقدر يوصل لها. وفي ميزه بقى رائعه جدا بس للاسف مش بتشتغل غير بالانجليزي، وهي انك تقدر تتحكم في التليفون كله عن طريق الصوت بس. انا عارف ان في تطبيقات كتيره للاسيستنت زي مثلا سيري وبيكسبي وجوجل اسيستنت العادي، لكن جوجل اسيستنت اللي موجود هنا مختلف خالص. فانت تقدر تديله اوامر صوتيه، مش بس ان هو مثلا يفتح يوتيوب، لا انت ممكن جوه التطبيق بتاع يوتيوب تتحرك في التليفون بصوتك وتقول له انزل تحت، افتح الفيديو الفلاني، اعمل شير، اعمل لايك، اعمل سبسكرايب مثلا في القناه لو انت لسه ما عملتش سبسكرايب لغايه دلوقتي. Go to channel. Tab videos. 1. Go down. Go up. Subscribe. ده غير ان في شويه لمسات خفيفه كده وجميله قوي زي الاولويز اون ديسبلاي اللي موجوده هنا، واللي بيختلف شكلها على حسب انت عندك نوتيفيكيشنز ولا لا. فلو انت مثلا عندك تنبيهات بتبقى صغيره، لكن لو مفيش تنبيهات بتبقى كبيره وواضحه. وبصراحه دي فعلا احلى اولويز اون ديسبلاي انا شفتها على التليفون لغايه النهارده. غير كمان بقى الانيميشن الجميل اللي بيحصل لما تعمل انلوك او لما تدوس على زرار اللوك، بالاضافه للمنطقه اللي فوق دي واللي بتقولك تقريبا البطاريه هتفضل عايشه معاك لغايه امتى. ده غير انك لما بتشغل حاجه اوديو او فيديو مثلا، بيطلع في النوتيفيكيشن سنتر انتراكتيف ويفز جميله قوي، بتديلك يعني لمسه حلوه جدا للتصميم بتاع التليفون ده. وبمناسبه الحاجات اللي بتسمعها، فلو انت مثلا موجود في مكان وفي تراك شغال، فالتليفون فيه خاصيه اسمها ناو بلاينج، بيتعرف على الموسيقى او التراك اللي شغال لوحده وبيكتبه لك تحت، من غير ما تحتاج انك تنزل تطبيق اضافي زي شازام مثلا او حاجه. وكل التراكات اللي هو بيتعرف عليها بيسجلها لك اوتوماتيك في الهيستوري جوه التليفون. ولو دوست على الايكون ديت تقدر تحط التراك ده جوه الفيفوريت، وبعد كده تقدر تشغله على طول باي تطبيق بتاع صوت موجود عندك في التليفون. وكمان المنبه لو شغال تقدر تقول له ستوب فيقف المنبه. لكن بصراحة انا حبيت الميزة دي في سامسونج اكتر، لانك تقدر في سامسونج تحط ايدك على التليفون كله فيعمل سنوز للالارم. وانا شايف ان دي اوقع شوية، لاني مش هصحى الصبح لسه بصحى من النوم اقول للتليفون ستوب عشان يوقف رن، لكن هرزعه على وشه كده عشان يسكت. وكمان الشريطة اللي تحت دي لو شلت منها كل التطبيقات، فالتليفون هيملى مكانها بتطبيقات مقترحة، واللي هو بيكون متوقع انك هتحتاج تستخدمها في الوقت ده. والمنطقة اللي فوق دي اسمها ات ا جلانس، ودي تقدر تسميها الدايناميك ايلاند بتاعة البيكسل. ودي بتطلع لك شوية معلومات سريعة زي بالظبط الدايناميك ايلاند. فمثلا لو انت مشغل تايمر، فبيطلع لك التايمر في المنطقة اللي فوق ديت. لو انت مثلا عندك مشوار او مسجل حاجة في الكالندر، فبيطلع لك هنا يقول لك انت الميعاد اللي جاي ده اسمه ايه، والترافيك عامله ايه، ومحتاج تاخد وقت قد ايه عشان توصل في ميعادك. لو مثلا انت مسافر وحاطط التيكت بتاعتك على الجوجل اكونت اللي متسطب على الجهاز، فهيطلع لك هنا في الاتا جلانس رقم الجيت بتاعتك او رقم البوابه ورقم الكرسي بتاعك، وبعد ما توصل هيطلع لك انت الشنط بتاعتك موجوده على انهو سير. فدي نفس الفكره بتاعت الدايناميك ايلاند، لكن للاسف انت ما تقدرش تلغيها ولا تشيلها. حتى لو قفلت الاوبشن بتاع اتا جلانس هيفضل المكان ده متاخد. وكمان الشريط بتاع السيرش اللي تحت ده كمان انت ما تقدرش تشيله خالص، ده هيفضل موجود معاك في كل الصفحات.
وما حبيتش قوي فكره ان انا مش عارف اعمل فولدرز للابلكيشنز بتاعتي. يعني انا ما بحبش تكون الابلكيشن عشوائيه كده كلها على بعضها. فكنت حابب شويه في السامسونج فكره ان انا اقدر اعمل فولدرز جوه الاب منيو. فانت هنا عشان تعمل حاجه مشابهه من كده لازم تاخد الابلكيشنز دي على الهوم سكرين وتعمل فولدرز على الهوم سكرين. وحاجه تانية ما حبيتهاش برضو في الرو فيرجن بتاعت الاندرويد ديت، هي ان هو مفتقد لشويه امكانيات انا كنت بستخدمها جدا في سامسونج، زي مثلا السايد بار ده اللي بيبقى فيه شورت كاتس كتيره. وكمان فكره ان انا اقدر افتح مالتي تاسكينج احسن شويه من اللي موجوده هنا، واقدر اعمل بوب اب لاي ابلكيشن انا عايزه. وكمان حاجات انا كانت بتنفعني جدا في يومي زي مثلا السكيور فولدر والسامسونج داكس. بس زي ما انت شايف الامكانيات اللي في السوفت وير هنا رايحه في حته تانية خالص. عشان كده انا متخيل ان خلال الفتره الجايه مستقبل اجهزه البيكسل هيكون فعلا في حته تانية، والتليفونات دي هتحط ماركت شير كبير ليها. وخصوصا كمان دلوقتي ان جوجل اعلنت عن اول جهاز فولد ليها، البيكسل فولد، وكمان عملت تابلت. فلو انت مهتم انك تتفرج على مراجعة الفولد والتابلت، اعمل سبسكرايب واعمل لايك للفيديو ده عشان تعرف اول ما الفيديوهات ديت تنزل. طبعا بقى كل الامكانيات اللي اتكلمنا عليها دي بتستهلك البطارية بطريقة رهيبة جدا. فالجهاز ده محتاج بطارية كبيرة عشان تقدر تصد على كل الامكانيات دي. فالبطارية اللي موجودة هنا 5000 ملي امبير. صباح الخير، انا لسه ببدأ اليوم اهو دلوقتي ونازل بالتليفون مشحون 100%، ومفروض مكتوب ان هو هيقعد لغاية الساعة 1:30 بالليل. فخلينا نشوف ده فعلا هيحصل ولا لا. فاحنا هنبدأ دلوقتي اليوم، وهبقى طول اليوم فاتح الانترنت، وفي اوقات كمان هشغل هوت سبوت للتليفون التاني. فخلينا نشوف البطارية هتقعد قد ايه. طيب، النهاردة كان يوم طويل قوي، الساعة 11:30 دلوقتي، والبطارية 16%. فالموبايل قعد طول اليوم بصراحة، مأدي أداء كويس جدا يعني. وخلينا نشوف كده الباتري بتاعته، باتري يوسج. يعني ده كان بدأ اهو من الساعة 6 الصبح لغاية دلوقتي 16%. فلا، البطارية تمام. التليفون كان طول اليوم شغال بالإنترنت، وكان أوقات بيدي هوت سبوت لتليفون تاني، ومشغل عليها ماب، ومشغل الميوزك، ومشغل جي بي اس، ومشغل حاجات كتيرة. فالبطارية هنا عنيفة، وده ما كانش الأداء في أول ولا تاني يوم. يعني هو مع الوقت فعلا البطارية بتتحسن، وده بسبب الادابتيف بريفرنسز هنا. موضوع الادابتيف باتري دي بتخلي الاستهلاك حلو جدا. وكمان التليفون ده عمل معايا حركه يعني حلوه قوي، وهو ان في الاول اول ما جبته في اول يومين ثلاثه كنت بشحنه بوايرلس تشارجر. فلما كنت بحطه بالليل يتشحن وكنت اصحى تاني يوم الصبح الاقي الموبايل مثلا وصل 70 80%. فده طول الليل بيتشحن، فكنت خايف ان البطاريه تكون بايظه او فيها حاجه. لكن مع الوقت بعد كام يوم بقيت لما احطه في نفس الميعاد كل يوم واشيله الصبح في الميعاد بتاع الصحيان بتاعي بلاقي البطاريه اتشحنت 100% في التوقيت ده. فطلع ان هو عشان فيه ادابتيف باتري، فبيقدر يظبط مدة الشحن بتاعه على حسب النمط بتاع نومك، بحيث ان هو ما يفضلش يوصل ل 100% ويفضل قاعد في الشحن لمدة طويلة فيبوظ البطارية. فبيبطئ سرعة الشحن بحيث ان هو على الميعاد بتاع الصحيان بتاعك اللي انت متعود تشيل فيه التليفون يكون وصل في التوقيت ده ل 100%. والجهاز زي ما قلت بيدعم الوايرلس تشارجنج، وكمان بيدعم الريفرس تشارجنج، وحاجه حلوه اسمها الدبل تشارجنج، وهي ان انت لو بتشحن حاجه بالجهاز ده عن طريق الريفرس تشارجنج تقدر تشحن كمان التليفون، فيبقى هو بيتشحن وبيشحن حاجه تانية لو انت ما عندكش مثلا اكتر من فيشه واحده. وفي نقطه الاداء بقى انا مش هتكلم كتير فيها لان التليفون ده زي ما قلت هو فلاج شيب. فالنهارده كل التليفونات الفلاج شيب فعلا اداء البروسيسور بتاعها عالي جدا ومش هيكون عندك فيه اي مشكله خالص. لكن كارقام، البروسيسور اللي موجود هنا واللي من تصنيع شركه جوجل واللي اسمه تنسر جين 2 مش بنفس الارقام بتاعه الاي 16 مثلا اللي في الايفون 14 برو ماكس، ولا الكوالكوم سناب دراجون جين 8 جين 2 اللي موجود في الاس 23 الترا. لكن كاداء هو مخصص للعمليات بتاعه الذكاء الاصطناعي مش للجيمز. فهو في وحده مخصوصه اسمها تي بي يو، والوحده دي معموله عشان تدي كفاءه وامكانيات اكتر لتطبيقات جوجل وخاصه جوجل اسيستنت. فهي وحده ذكاء اصطناعي. فكتليفون بتاع جيمنج لا، التليفون ده مش بتاع جيمنج. لكن في الاوبشنز بتاعه الذكاء الاصطناعي فالتليفون ده مناسب جدا.
ومش هيكون عندك مشكله خالص في الاداء لو انت بتستخدمه يعني في يومك العادي بالتطبيقات الطبيعيه بتاعتك. وخلينا بقى دلوقتي نتكلم على اخر نقطه في التليفون ده، وانا عارف ان الفيديو طول قوي بس فعلا كميه الاوبشنز اللي هنا رهيبه، وهي نقطه الكاميرا. وانا يمكن سبت النقطه دي لغايه الاخر خالص عشان دي الفاكهه بقى بتاعت التليفون ده. فمن زمان لو انت سالت اي حد ما يعرفش حاجه قوي في سوق الموبايلات وقلت له تعرف ايه عن تليفونات البيكسل بتاعت جوجل، هيقول لك انها عندها احسن كاميرات واحسن تصوير. فبالارقام الكاميرات اللي هنا هي مش اعلى ارقام، لكن كاداء فالاداء هنا منافس جدا للايفون 14 برو ماكس والاس 23 الترا في الصور. فانت عندك هنا ثلاث عدسات، العدسه الاولانيه 50 ميجا بكسل وفيها اوبتيكال وايمج ستابلايزيشن، والعدسه الثانيه الترا وايد 12 ميجا بكسل وبتدي لغايه زاويه 126 درجه، والعدسه الثالثه عدسه تيليفوتو او زوم لينس بتدي 5 اكس اوبتيكال زوم و30 اكس ديجيتال زوم. والزوم هنا في التليفون ده رائع جدا لغايه حتى ال 30 اكس، والصور اللي موجوده هنا في ال 30 اكس انت مش هتتخيل ان دي خالص معموله بديجيتال زوم. ويمكن ده احسن تليفون من بعد الاس 23 الترا في موضوع الزوم ده. لكن العدسه اللي موجوده قدام هنا هي عدسه متواضعه جدا، فهي 10 و8 من 10 ميجا بكسل بس. ويمكن كمان النقطه اللي ممكن ما تعجبش الناس البروفيشنال في موضوع الكاميرات هنا هي ان الكاميرات دي مش للناس المحترفين في التصوير لكن للناس الهواة، لانك هنا ما عندكش الاوبشنز بتاعت البرو مود. فانت ما تقدرش مثلا تتحكم في الايزو ولا في الشاتر سبيد ولا في الاكسبوجر ولا تقدر تشوف الهيستوجرام ولا اي حاجه من الكلام ده. انت هنا هتطلع الموبايل من جيبك وتصور على طول، مش هتعدل اي حاجه في السيتنجز بتاعته. والنقطه كمان اللي مش حلوه قوي هي الفيديو. فبصراحه الفيديو بتاع الايفون افضل بكتير من الفيديو اللي موجود هنا، وخاصه في النقل ما بين العدسات اثناء التصوير. فلو انت مثلا بتصور فيديو وبتعمل زوم ان وزوم اوت، فعند الواحد اكس هتلاقي الصوره حلوه وعند الفايف اكس هتلاقي الصوره حلوه، لكن النقله اللي ما بينهم دي الريزولوشن بيقل قوي وبيبين لك ان هو غير في العدسات. وكمان في خاصيه سبيتش انهانسمنت اللي كنا اتكلمنا عليها من شويه، ان هو بيفصل الصوت بتاعك اثناء التسجيل عن الدوشه المحيطه بيك. انا دلوقتي بسجل فيديو من غير الخاصيه بتاعت السبيتش انهانسمنت، يعني المفروض الصوت طالع زي ما بتصور في اي موبايل عادي خالص. فمعلش انا بحاول ان انا اكون في مكان دوشه على قد ما اقدر شويه عشان تحس بالاختلاف بتاع الصوت. فده كده اللي هو تسجيل الصوت العادي من غير السبيتش انهانسمنت. دلوقتي انا شغلت السبيتش انهانسمنت ومفروض ان هو كده بيعزل الصوت بتاعي عن الدوشه المحيطه بيا عن طريق الاي اي. و انا شايف ان هو يعني جربته اكتر من مره لقيته بيعمل فرق شويه، هي مش كل مره بتبقى نتائج زي بعضها بس في المجمل بيحسن شويه جوده الصوت وبيقلل الدوشه اللي موجوده حواليك. وكمان في تصوير الفيديو انت عندك هنا اربع اوضاع للايمج ستابلايزيشن. فاول واحد هو اسمه ستاندرد ستابلايزيشن، وده لو انت بتصور حاجه ما فيهاش حركه خفيفه قوي. تاني واحد اللوجد ستابلايزيشن، لو انت مثبت الموبايل بس بيصور حاجات بتتحرك كانك مثلا حاطه على ترايبود، فهو بيحافظ على ان الصوره تبقى ستيبل. وتالت واحد وده اللي انت غالبا هتبقى بتستخدمه اكتر هو الاكتيف ستابلايزيشن، ده لو انت بتتحرك وبتصور حاجه بتتحرك. وبعد كده اخر حاجه السينماتيك بان، ده عشان لو انت بتلف في التليفون تبقى الحركه بتاعت البان دي تبقى سموث وناعمه كده يعني. والجميل كمان زي ما انت شايف هنا في الايكون بتاعت علامه الاستفهام دي، تقدر تطلع لك فيديو بيشرح لك كل نوع من انواع الاستابلايزيشن ده بيشتغل ازاي عشان تساعدك شويه في فهم الموضوع. وانا بصراحه كنت عايز اعمل يعني مقارنه ما بين الصور اللي موجوده هنا والصور اللي موجوده في تليفون زي الايفون 14 برو ماكس مثلا او الاس 23 الترا، بس ما كنتش عايز الفيديو ده يتاخر قوي في ان هو ينزل. فلو انت حابب تشوف المقارنه ما بين البيكسل وما بين اي تليفون من التليفونين دول، اكتب لي تحت في الكومنتس انه تليفون اللي انت عايز تشوف فيه مقارنه صوره مع صور البيكسل، وانا هحاول على قد ما اقدر ان انا اعمله لك في اسرع وقت. وتقدر كمان وانت ماسك التليفون انك تهزه كده عشان ينقل من كاميرا للكاميرا التانيه، وتقدر تخليه يصور اوتوماتيك لما انت تضحك بدل ما انت تبقى مشغل التايمر مثلا او حاجه. بس بالراحه وانت بتصور، ما تصورش صور كتيره ورا بعضها، لان لو صورت كتير ممكن يهنج وممكن ما يصورش معاك كل الصور، وده بسبب الايمج بروسيسنج او معالجه الصور اللي بتتم في الخلفيه. طيب رايي الاخير، لو انت وصلت معايا للمرحله دي في الفيديو فانا احييك بجد يعني. انا رايي الشخصي لو انت واحد جيمر ابعد عن التليفون ده خالص. البروسيسور اللي موجود هنا ده مش بروسيسور بتاع جيمنج، بالاضافه ان التليفون مع فتره الاستخدام في الجيمز بيبدا يسخن شويه. فلو انت جيمر في تليفونات تانية ممكن تكون انسب ليك. شيلنا النقطه ديت. تاني نقطه، لو انت عايش في دوله من الدول اللي بيشتغل فيها الفيتشرز بتاعت المكالمات اللي اتكلمنا عليها في الجزء بتاع السوفت وير، انا ارشح لك جدا التليفون ده وفعلا مش هتندم،
ده اذكى تليفون انت تقدر تمسكه في ايدك النهارده. لكن لو انت مش عايش في الدول دي وعايش في الوطن العربي، نروح للسؤال الثالث: هل انت فارق معاك التصوير؟ لو انت بتاخد بس صور، التليفون ده حلو جدا وهيدي لك امكانيات صور رائعه، ينافس اي فلاج شيب، وبسعر زي ما قلت لك ارخص 200 او 300 او يمكن كمان $400 من اي فلاج شيب تاني موجود النهارده. ففي الصور هو رائع، لكن في الفيديو مش احسن حاجه. ولو انت يعني بتحب تصور فيديو، فانا اشجعك انك تتفرج على فيديو مقارنه الكاميرا اللي موجوده في الاس 23 الترا مع الايفون 14 برو ماكس اللي عملته هنا على القناه، وهسيب لك لينك ليه في وصف الفيديو تحت. غير كده، التليفون ده لو انت مش فارق بقى معاك موضوع تصوير الفيديو ده وبتصور صور، التليفون ده رائع جدا. وانا متخيل ان خلال الفتره الجايه بالتحديثات اللي جوجل بتعملها، سلسله البيكسل هتاخد ماركت شير كبيره جدا في السوق. وخصوصا بعد ما قلت زي ما قلت لك يعني ان هي اعلنت عن الفولد واعلنت عن اول تابلت ليها. فلو انت معاك التليفون ده، اكتب لي تحت في الكومنتس ايه الفيتشر اللي انت شفتها في الفيديو وما كنتش تعرف ان هي موجوده، او لو عندك حاجه انا ما قلتهاش اكتبها لي. او لو انت معكش تليفون البيكسل، اكتب لي تحت وقول لي ايه رايك فيه. اشوفك في الفيديو اللي جاي. سلام.